مرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مختبر جديد من سلسلة مختبرات علم الأجنة العملي للعام الدراسي 2020-2021. مختبرنا لهذا اليوم حيكون Embryology of the Frog. حناخد introduction بسيطة عن هذا الموضوع. The frog has been historically used as an amphibian animal model of development due to the ease of observation from the fertilized egg through to the tadpole stage. The later metamorphosis of the tadpole to mature frog. الضفدع تاريخيا استعمل كنموذج لتطور الحيوانات البرمائية. ليش؟ لسهولة ملاحظة ودراسة الأدوار الجنينية من البيضة المخصبة إلى التادبول ستيج، ولاحقا دراسة التحول الشكلي للتادبول إلى فروغ بعملية الميتامورفوسيس اللي هي التحول الشكلي. The frog classification: Kingdom Animalia مملكة الحيوان. Phylum Chordata شعبة الحبليات. Subphylum تحت شعبة الفرتبرات الفقريات، وينتمي إلى صنف الأمفيبيا البرمائيات. Reproduction: In frog the sexes are separate. في الضفادع الأجناس تكون منفصلة. The fertilization is external oviparous female and occur in the water outside the body of female. الفرتلايزيشن الإخصاب يكون خارجي، أي الإناث تضع البيوض في الماء، والإناث تكون من نوع Oviparous female واضعة للبيوض. Frogs lay eggs in water. The eggs can hatch in a few days to a few weeks, convert to tadpole during a process called metamorphosis. الإناث تضع البيوض في الماء، وخلال بضعة أيام راح تفقس هذه البيوض، وخلال بضعة أسابيع راح تتحول إلى طور التادبول ستيج، إلى الطور اليرقي بعملية الميتامورفوسيس التحول الشكلي. الآن ننتقل إلى دراسة الجوناد بالميل والفيميل. In male the testes are paired and located in the coelomic cavity near the kidney. في الذكور الجوناد هي عبارة عن زوج من الخصى تكون واقعة in the coelomic cavity في الجوف العام والتجويف السيلومي قريب من الكدني. نسيجيا histologically the testes are composed of numerous of fine convoluted tubule أسميها السمنيفرس تيوبيول. تكون الخصى مكونة من أنابيب ملتوية دقيقة وعديدة أسميها الأنابيب المنوية. These seminiferous tubules which are lined by germinal epithelium which includes spermatogonial cell and Sertoli cell. هاي السمنيفرس التيوبيول الأنابيب المنوية تكون مبطنة بظاهرة جرثومية تشمل الأندفرنشياتد سيل اللي هي السبرماتوجونيال سيل، والسيرتولي سيل هي الخلايا الساندة والداعمة والمغذية لها. This spermatogonial cell undergo the spermatogenesis to and produce spermatozoa. هاي السبرماتوجونيال سيل تخضع لعملية الإنطاف أو تكوين النطف، وبالنهاية تنتج لي الحيامل الناضجة أو السبرماتوزوا. هذا الشكل يوضح لي اللايف سايكل أوف زينوبس اللي هو أحد أجناس الضفادع. بعد أن تضع الإناث البيوض في الماء، لأن مثل ما ذكرنا الإخصاب خارجي، فراح تخصب هذه البيوض من قبل الحيامل اللي تنتجها الذكور وتكون للفرتلايز إيج. هذه الفرتلايز إيج تمر بتفلجات عديدة وتتكون بعدها البلاستولا والجاسترولا نيوريولا ثم إيرلي إمبريو تيلبد هذه مالته، وهذه المرحلة النهائية من تكوين التيلبد، وبعدها يتكون التادبول ستيج، وخلال بضعة أشهر وبعملية الميتامورفوسيس حتتكون الأدلت فروغ اللي هو الميل and female. In female, gonads are two ovaries attached to the dorsal side of the body cavity. They are multi-lobed. Each lobe of the ovary is hollow. بالإناث الجونادز عبارة عن زوج من الأوفريز المبايض تكون ملتصقة بالجانب الظهري من التجويف الجسمي، وتكون عديدة الفصوص وكل فص منها يكون مجوف hollow. The ovaries different in size depending on the time of the year. During the breeding season, summer, the ovaries become large and after ovulation in spring they become small. الأوفريز المبايض تختلف بحجمها تبعًا للوقت من السنة، فخلال موسم التكاثر اللي هو بالصيف يكون حجمها كبير، أما بعد الأوفيوليشن اللي هو بالسبرينج الربيع تكون هذه المبايض صغيرة الحجم. نسيجيًا histologically the ovaries consist of oocytes. Each oocyte surrounded by a single layer of a flattened cell أسميها الفوليكل cells. هذه الأوفريز نسيجيًا تكون مكونة من العديد من الخلايا البيضية أو البويضات، تكون محاطة بطبقة واحدة من الخلايا المسطحة أسميها الفوليكل سيلز الخلايا الحويصلية.
The follicle cell produce a non-cellular vitelline membrane around the oocyte. هذه الخلايا الحويصلية راح تنتج لي أو تكون لي غشاء غير خلوي أسميه الغشاء المحي يكون حول الأوسايت. The oogenesis in amphibians, like those of lower vertebrates, produce of large number of eggs at one time during the year. عملية تكوين البيض بالبرمائيات تشبه عملية تكوين البيوض بالفقريات الواطئة، أي تنتج لي كمية كبيرة من البيوض خلال السنة، وقت واحد من السنة. الآن نتكلم عن the eggs. In the frogs, the oocyte undergo oogenesis and the secondary oocyte will be ovulation in the oviduct. بالضفادع البويضة راح تمر بعملية تكوين البيوض اللي هي الأوجينيسيس، وراح يتكون لي secondary oocyte، خلية السكندري oocyte راح يصير بها ovulation في قناة البيض. The mature egg are highly pigmented on the surface of the animal pool and white yolk in the vegetal pool, so the ovary has appearance as black. ليش مظهر الأوفري بالضفادع يكون ينطي مظهر أسود؟ لأنه الماتشور إيجز البيوض الناضجة تكون highly pigmented، يعني عالية الصبغة في الأنيمال بول، لكن الطرف الآخر اللي هو الفيجيتال بول من البيضة يكون غني بالمح اللي لونه أبيض، لذلك ينطي مظهر as black. During the development of eggs in the oviduct, the egg surrounded by non-cellular and transparent vitelline membrane, probably derived from both ovum and the follicle cells. خلال عملية تطور البيضة في الأوفيداكت بقناة البيض راح تحاط بغشاء خلوي شفاف أسميه الفيترلين ممبرين، الغشاء المحي. هذا الغشاء المحي يكون مشتق أما من البيضة أو من الفوليكل سيل، الخلايا الحويصلية. After the egg is fertilized, this membrane becomes separated from the egg and the space become between is then known as pre-vitelline space filled with the fluid. بعد ما البيضة المخصبة fertilized تخصبت، this membrane هذا الغشاء المحي يصبح مفصول عن البيضة بسبيس مساحة أسميها البريفيتيلين سبيس، الحيز المحيط بالمح، ويكون هذا الحيز مملوء بسائل. During movement of eggs in the oviduct, many layers of jelly called tertiary egg membrane will be added around the eggs. The jelly membrane swollen in the water. خلال حركة البيضة في قناة البيضة راح تنضاف لها طبقات من الجيلي أسميها tertiary egg membrane، غشاء البيضة الثالث. هذا الغشاء ينتفخ فيه الماء. The function of the jelly membrane is number 1. They serve to bind the eggs to each other to protect them from the flow of water. هذا الجيلي ممبرين راح يساعد على التصاق البيوض مع بعضها البعض، تكون مرتبطة حتى يحميها من تدفق وانسياب المياه، لأن الإخصاب خارجي والإناث تضع البيوض في الماء. The jelly layer protect the egg from the effect of heat radiation of the sun rays. هذه الطبقات الهلامية راح تحميلي البيضة من تأثيرات الحرارة والإشعاع اللي هو أشعة الشمس. They protect the egg from mechanical injuries، يحميها من الجروح الميكانيكية، وأيضا and they make the egg bad taste to the aquatic animal، يجعل طعمها سيء بالنسبة للحيوانات المائية اللي تتغذى عليها. Number 4. The jelly layer help the egg to float on the surface of the water. Jelly contain air bubble which help in respiration of the ova. الطبقات الهلامية تساعد البيوض لأن تطفو على سطح الماء، لأن الهلام يحتوي على فقاعات هوائية أيضا تساعدها لعملية تنفس البيوض. Unfertilized egg. The amount of yolk in a frog egg increase gradually and accumulate at one pole اللي هو vegetal pole lead to the pushing the nucleus at one pole الآخر اللي هو animal pole. Therefore the egg of the amphibian are mesolicetal and telolicital egg. كمية المح بيوض الضفادع راح تزداد تدريجيا بالقطب الخضري دافعة النيوكليوس إلى القطب الحيواني، لذلك إذا ردت أصنف unfertilized egg للضفادع هي ميزوليسيتال من ناحية كمية المح amount of yolk، متوسطة كمية المح، ومن ناحية distribution of yolk هي telolicital egg أي طرفية المح. The pigment granule are found in the animal pole more than in the vegetal pole. هذه البيجمنت جرانيول اللي تحتوي على مواد بروتينية ودهنيات وسكريات ممكن أن تكون صغيرة أو كبيرة حسب حجم الحيوان، تكون متمركزة وكثيرة في الأنيمال بول على خلاف الفيجيتال بول اللي تكون به قليلة. The nucleus of the egg can called germinal epithelium أسميها الحويصلة الجرثومية.
هذا الشكل هو تخطيط يوضح لي الانفرتلايز ايج. هذا هو الجانب القطب الحيواني انيمال بول، وهذا الفيجيتال بول، وهذه هي النيوكليوس اللي تكون قريبة من القطب الحيواني، وهذه هي البيجمنت جرانول تكون كثيفة في الانيمال بول، وهذا القطب الخضر يكون غني بالملح، وهذا الفيتيلين ممبرين، هذا الانر وهذا الاوتر فيتيلين ممبرين. أما الفرتلايز egg after the spawn بعد موسم التفريخ the cluster of egg to stick together at form called spawn. بعد موسم التفريخ البيض راح تلتصق مع بعضها بشكل اسميه السباwn. transport outside in the water راح تنقل خارجا للماء، والميل راح تبدي بدورها انه تفرز السسبنشن اوف سبيرم فوق الايج حتى تتم عملية السكشوال copulation. The frog spermatozoon always enter to the egg in animal hemisphere. هذا السبرماتوزون راح يدخل إلى البيضة من جهة القطب الحيواني. Formation of zygote one cell stage. بهذه المرحلة يتم تكوين الزيغوت اللي هي one cell stage. الآن كمل عندنا النصف الأول أو البارت الأول من مختبرنا في هذا اليوم. مرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مختبر جديد من سلسلة مختبرات علم الأجنة العملي للعام الدراسي 2020-2021. مختبرنا لهذا اليوم حيكون Embryology of the Frog. حناخد introduction بسيطة عن هذا الموضوع. The frog has been historically used as an amphibian animal model of development due to the ease of observation from the fertilized egg through to the tadpole stage. The later metamorphosis of the tadpole to mature frog. الضفدع تاريخيا استعمل كنموذج لتطور الحيوانات البرمائية. ليش؟ لسهولة ملاحظة ودراسة الأدوار الجنينية من البيضة المخصبة إلى التادبول ستيج، ولاحقا دراسة التحول الشكلي للتادبول إلى فروغ بعملية الميتامورفيسيس اللي هي التحول الشكلي. The frog classification. Kingdom Animalia مملكة الحيوان. Phylum Chordata شعبة الحبليات. Subphylum تحت شعبة الفرتبرات الفقريات، وينتمي إلى صنف الأمفيبيا البرمائيات. Reproduction. In frog the sexes are separate. في الضفادع الأجناس تكون منفصلة. The fertilization is external oviparous female and occur in the water outside the body of female. The fertilization الإخصاب يكون خارجي، أي الإناث تضع البيوض في الماء، والإناث تكون من نوع oviparous female واضعة للبيوض. Frogs lay egg in water. The eggs can hatch in a few days to a few weeks, convert to tadpole during the process called metamorphosis. الضفادع بعد أن تضع البيوض في الماء وخلال بضعة أيام إلى بضعة أسابيع راح تتحول إلى طور التادبول during the process بعملية أسميها الميتامورفوسيس. Frogs lay eggs in water. The eggs can hatch in a few days to a few weeks, convert to tadpole during a process called metamorphosis. الإناث تضع البيوض في الماء وخلال بضعة أيام راح تفقس هذه البيوض، وخلال بضعة أسابيع راح تتحول إلى طور التادبول ستيج، إلى الطور اليرقي بعملية الميتامورفوسيس التحول الشكلي. الآن ننتقل إلى دراسة الجوناد بالميل والفيميل. In male the testes are paired and located in the coelomic cavity near the kidney. للذكور التستس الجوناد عبارة عن زوج من الخصى تكون واقعة بجوف العام أو التجويف السيلومي near the kidney قريبة من الكدني. In male the testes are paired and located in the coelomic cavity near the kidney. للذكور الجوناد هي عبارة عن زوج من الخصى تكون واقعة in the coelomic cavity في الجوف العام أو التجويف السيلومي قريب من الكدني. نسيجيا histologically the testes are composed of numerous of fine convoluted tubule أسميها السمنيفرس tubule. تكون الخصى مكونة من أنابيب ملتوية دقيقة وعديدة أسميها الأنابيب المنوية. These seminiferous tubules which are lined by germinal epithelium which includes spermatogonial cell and Sertoli cell. هاي السمنيفرس التيوبيول الأنابيب المنوية تكون مبطنة بظاهرة جرثومية تشمل الأندفرنشياتد سيل اللي هي السبرماتوجونيال سيل، والسيرتولي سيل هي الخلايا الساندة والداعمة والمغذية لها. This spermatogonial cell undergo the spermatogenesis to and produce spermatozoa. هاي السبرماتوجونيال سيل تخضع لعملية الإنطاف أو تكوين النطف، وبالنهاية تنتج لي الحياة من الناضجة أو السبرماتوزوا.
هذا الشكل يوضح لي اللايف سايكل اوف زينوبس اللي هو أحد أجناس الضفادع. بعد أن تضع الإناث البيوض في المالية مثل ما ذكرنا الإخصاب خارجي، فراح تخصب هذه البيوض من قبل الحيامن اللي تنتجها الذكور وتكون للفرتلايز إيج. هذه الفرتلايز إيج تمر بتفلجات عديدة وتتكون بعدها البلاستيولا والجاسترولا نيوريولا ثم الإيرلي إمبريو تيلبد هذا مالته، وهذه المرحلة النهائية من تكوين التيلبد، وبعدها يتكون التادبول ستيج وخلال بضعة أشهر وبعملية الميتامورفوسيس حتتكون الأدلت فروغ اللي هو الميل and female. In female, gonads are two ovaries attached to the dorsal side of the body cavity. They are multi-lobed. Each lobe of the ovary is hollow. بالإناث الجونادز عبارة عن زوج من الأوفريز المبايض تكون ملتصقة بالجانب الظهري من التجويف الجسمي وتكون عديدة الفصوص وكل فص منها يكون مجوف hollow. The ovaries different in size depending on the time of the year. During the breeding season, summer, the ovaries become large and after ovulation in spring they become small. الأوفريز المبايض تختلف بحجمها تبعًا للوقت من السنة، فخلال موسم التكاثر اللي هو بالصيف يكون حجمها كبير، أما بعد الأوفيوليشن اللي هو بالسبرينج الربيع تكون هذه المبايض صغيرة الحجم. نسيجيًا histologically the ovaries consist of oocytes. Each oocyte surrounded by a single layer of flattened cell أسميها الفوليكل cells. هذه الأوفريز نسيجيًا تكون مكونة من العديد من الخلايا البيضية أو البويضات، تكون محاطة بطبقة واحدة من الخلايا المسطحة أسميها الفوليكل cells الخلايا الحويصلية. The follicle cell produce a non-cellular vitelline membrane around the oocyte. هذه الخلايا الحويصلية راح تنتج لي أو تكون لي غشاء غير خلوي أسميه الغشاء المحي يكون حول الأوسايت. The oogenesis in amphibians, like those of lower vertebrates, produce of large number of eggs at one time during the year. عملية تكوين البيض بالبرمائيات تشبه عملية تكوين البيوض بالفقريات الواطئة، أي تنتج لي كمية كبيرة من البيوض خلال السنة وقت واحد من السنة. الآن نتكلم عن البيوض the eggs. In the frog the oocyte undergo oogenesis and the secondary oocyte will be ovulation in the oviduct. في الضفادع اللي تتكون للأوسايت بعملية الأوجينيسيس راح تتكون من عندها السكندري أوسايت اللي راح يصير بيها أوفيليشن بالأوفيداكت بقناة البيض. الآن نتكلم عن the eggs. In the frogs the oocyte undergo oogenesis and the secondary oocyte will be ovulation in the oviduct. بالضفادع البويضة راح تمر بعملية تكوين البيوض اللي هي الأوجينيسيس وراح يتكون لي secondary oocyte خلية السكندري oocyte راح يصير بها ovulation في قناة البيض. The mature egg are highly pigmented on the surface of the animal pool and white yolk in the vegetal pool, so the ovary has appearance as black. ليش مظهر الأوفري بالضفادع يكون ينطي مظهر أسود؟ لأنه الماتشور إيجز البيوض الناضجة تكون highly pigmented يعني عالية الصبغة في الأنيمال بول، لكن الطرف الآخر اللي هو الفيجيتال بول من البيضة يكون غني بالمح اللي لونه أبيض لذلك ينطي مظهر as black. During the development of eggs in the oviduct, the egg surrounded by non-cellular and transparent vitelline membrane, probably derived from both ovum and the follicle cells. خلال عملية تطور البيضة في الأوفيداكت بقناة البيض راح تحاط بغشاء خلوي شفاف أسميه الفيترلين ممبرين الغشاء المحي. هذا الغشاء المحي يكون مشتق أما من البيضة أو من الفوليكل سيل الخلايا الحويصلية. After the egg fertilized, this membrane becomes separated from the egg and the space between is then known as pre-vitelline space filled with the fluid. بعد ما أنه البيضة تخصبت الغشاء المحي هذا يصبح مفصول عن البيضة بسبيس سميته البريفيترلين space filled with the fluid. After the egg is fertilized, this membrane becomes separated from the egg and the space between is then known as brevitylene space filled with the fluid. بعد ما البيضة تخصبت الغشاء المحي يصبح مفصول عن البيضة بمساحة أسميها البريفيتلين space الحيز المحيط بالمح ويكون مملوء بسائل. During movement of egg in the oviduct, many layers of jelly called tertiary egg membrane will be added around the eggs. The jelly membrane is swollen in the water.
خلال حركة البيوض بقناة البيض راح تتكون أو تنضاف إلها طبقات عديدة من الجلي أسميها غشاء البيضة الثالث tertiary egg membrane. هذا الجلي membrane swollen ينطبق في الماء. After the egg is fertilized, this membrane becomes separated from the egg and the space become between is then known as pre-vitelline space filled with the fluid. بعد ما البيضة المخصبة fertilized تخصبت this membrane هذا الغشاء المحي يصبح مفصول عن البيضة بسبيس مساحة أسميها البري-فيتيلين سبيس الحيز المحيط بالمح ويكون هذا الحيز مملوء بسائل. During movement of eggs in the oviduct, many layers of jelly called tertiary egg membrane will be added around the eggs. The jelly membrane swollen in the water. خلال حركة البيضة في قناة البيضة راح تنضاف لها طبقات من الجلي أسميها tertiary egg membrane غشاء البيضة الثالث. هذا الغشاء ينتفخ في الماء. The function of the jelly membrane هذا الجيلي membrane له عدة وظائف. أولا they serve to bind the egg to each other to protect them from the flow of water. هذا الجيلي ممبرين راح يربط البيوض مع بعضها البعض حتى يحميها من انسياب الماء لأنه مثل ما عرفنا الإخصاب خارجي يعني الإناث تضع البيوض في الماء فحتى تحميها من الانسياب هذا الجيلي ممبرين يساعدها إنه تحفظها أو يحفظها من الانسياب المياه. The function of the jelly membrane is number one, they serve to bind the eggs to each other to protect them from the flow of water. هذا الجيلي ممبرين راح يساعد على التصاق البيوض مع بعضها البعض تكون مرتبطة حتى يحميها من تدفق وانسياب المياه لأن الإخصاب خارجي والإناث تضع البيوض في الماء. The jelly layer protect the egg from the effect of heat radiation of the sun rays. هذه الطبقات الهلامية راح تحميلي البيضة من تأثيرات الحرارة والإشعاع اللي هو أشعة الشمس. They protect the egg from mechanical injuries يحميها من الجروح الميكانيكية وأيضا and they make the egg bad taste to the aquatic animal يجعل طعمها سيء بالنسبة للحيوانات المائية اللي تتغذى عليها. Number 4 the jelly layer help the egg to float on the surface of the water. Jelly contain air bubble which help in respiration of the ova. الطبقات الهلامية تساعد البيوض لأن تطفو على سطح الماء لأن الهلام يحتوي على فقاعات هوائية أيضا تساعدها لعملية تنفس البيوض. Unfertilized egg. The amount of yolk in a frog egg increase gradually and accumulate at one pole اللي هو vegetal pole lead to the pushing the nucleus at one pole الآخر اللي هو animal pole. Therefore the egg of the amphibian are mesolicithal and telolithal egg. كمية المح بيوض الضفادع راح تزداد تدريجيا بالقطب الخضري دافعة النيوكليوس إلى القطب الحيواني. لذلك إذا ردت أصنف الأنفرتلايز إيج للضفادع هي ميزوليسيتال من ناحية كمية المح amount of yolk متوسطة كمية المح ومن ناحية distribution of yolk هي telolithal egg أي طرفية المح. The pigment granule are found in the animal pole more than in the vegetal pole. هذه البيجمنت جرانيول اللي تحتوي على مواد بروتينية ودهنيات وسكريات ممكن أن تكون صغيرة أو كبيرة حسب حجم الحيوان تكون متمركزة وكثيرة في الأنيمال بول على خلاف الفيجيتال بول اللي تكون قليلة. The nucleus of the egg can called germinal epithelium أسميها الحويصلة الجرثومية. هذا الشكل هو تخطيط يوضح لي الانفرتلايز egg. هذا هو الجانب القطب الحيواني animal pole وهذا الفيجيتال بول وهذه هي النيوكليوس اللي تكون قريبة من القطب الحيواني وهذه هي البيجمنت جرانيول تكون كثيفة في الأنيمال بول وهذا القطب الخضري يكون غني بالمح وهذا الفيتيلين ممبرين هذا الإنر وهذا الأوتر فيتيلين ممبرين. أما الفرتلايز egg after the spawn بعد موسم التفريخ the cluster of egg to stick together at form called spawn. بعد موسم التفريخ البيوض راح تلتصق مع بعضها بشكل أسميه السباون. Transport outside in the water راح تنقل خارجا للماء والميل راح تبدي بدورها إنه تفرز السسبنشن of sperm فوق الإيج حتى تتم عملية sexual copulation. The frog spermatozoon always enter to the egg in animal hemisphere.
هذا السبرماتوزون راح يدخل إلى البيضة من جهة القطب الحيواني. Formation of zygote one cell state. بهذه المرحلة احتمال تكوين الزيغوت اللي هي one cell stage. الآن كمل عندنا النصف الأول أو البارت الأول من مختبرنا لهذا اليوم.